السلام عليكم، عاملين ايه؟ النهارده ان شاء الله هنعمل مع بعض الفايش الصحي بطريقه بسيطه وسهله. صدقوني طعمه بيكون حلو جدا زي الفايش اللي انتوا بتشتروه من بره اللي هو بالدقيق العادي، بس طبعا ده صحي وبيشبع اكتر، وكمان بيطلع لك كميه كويسه جدا جدا. هتقعد معاكي فتره كويسه لو انت احتفظتي بيها في علبه بلاستيك محكمه الغلق، هيقعد معاكي فتره كويسه. كمان طعمه لذيذ قوي قوي، تقدري تعمليه بالنكهه وبالطعم اللي انت حباه، سواء بالكمون او بالكركم او بالشمر واليانسون. اي طعم انت بتحبيه تقدري تعمليه بيها، بيكون مقرمش وبيشبع حلو جدا جدا. وكمان السعرات الحراريه بتاعته بتكون قليله قوي 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 طبعا مقارنه بالمخبوزات اللي هي بالدقيق العادي. هكتب لكم على المقادير بالظبط في صندوق الوصف، سواء كانت بالكوبايه او بالجرام، وهقول لكم كمان على السعرات الحراريه اللي موجوده فيه. اول حاجه عندي الميه الدافيه، لازم انا بحب يعني حتى لو الخميره واثقه من المصدر بتاعها بحب ان انا اختبرها الاول بره. هحط معلقه صغيره من السكر او من عسل النحل، وهنزل معلقه كبيره من الخميره الفوريه على ميه دافيه، وهبتدي ان انا اعمل تيست للخميره. اهم حاجه الميه تكون دافيه، مش سخنه قوي ولا بارده قوي. وهبتدي ان انا اعمل اختبار بتاع الخميره، هسيبها بالظبط تقريبا 5 دقايق اتاكد ان هي اكتف وتمام. وبعد كده هخش على المكونات الجافه، اللي هي عندي ايه المكونات الجافه؟ عندي دقيق شوفان ودقيق قمح كامل اللي هو الدقيق الاسمر. عايزه تستخدمي دقيق اسمر بس تمام، عايزه تستخدمي دقيق شوفان بس تمام، بس مش هتديكي نتيجه زي ما بتكوني عامله ميكس بين الدقيق الاسمر ودقيق الشوفان. وعلى فكره كمان الدقيق الاسمر سعراته الحراريه مش عاليه زي الدقيق العادي، يعتبر مقارب جدا لدقيق الشوفان، وكمان بيشبع اطول. عشان في ناس بتقلق منه تقول لا دقيق اسمر، لا لا، دقيق الاسمر حلو وعالي وبيشبع وكمان كويس جدا. فاحنا هنحط ميكس بين الدقيق الشوفان وميكس بين الدقيق الاسمر، يعني نص ونص. يعني الكميه دي هي الكميه ديت، او تزودوا الشوفان شويه وتقللوا الاسمر، او العكس حسب بقى ما انت عايزه. تمام. وعندي كمان معلقه كبيره من البيكنج باودر، وعندي بقى النكهه اللي انت حباها. يعني انا هنا مثلا عاملاه بالكركم وعاملاه بالزعتر، كان عاطي ريحه حلوه جدا جدا. انت بقى عايز تحطي شمر وينسون سواء مطحون او حبه كامله براحتك، انا حاطه زعتر. وهبتدي ان انا اقلب المكونات الجافه ديت مع بعض الاول قبل ما انزل عليهم بالخميره، وانزل عليهم كمان بالزيت. لازم الزيت ده اساسي عشان هو اللي بيخلي الفايش مقرمش. تمام، ما ينفعش سمنه وما ينفعش زبده، كمان لازم الزيت. هنبتدي بقى اللي احنا نعجنها على عجان او في ايدينا عادي، طبعا ما فيهاش اي مشكله. تمام، شايفين الخميره خلاص اشتغلت تمام. هبتدي ان انا انزل المكونات الجافه، خلاص نزلتها، والنكهه بقى اللي انتوا حابينها نزلتها، وهبتدي انزل الميه بالخميره، بس هنزل واحده واحده، مش هنزل كل الميه. طبعا متعودين احنا في اي معجنات بيكون فيها شوفان مش بنزل بكميه الشوفان كلها، بس انا هنا عكست. يعني انا نزلت الشوفان الاول الكميه اللي انا حباها، اللي انا عايزه مثلا عايزه اعمل كوبايه وكوبايه او كوبايتين وكوبايتين، وهبتدي ازود الميه على حسب بقى ما هتاخد معايا العجينه قد ايه. يعني انا المره دي بقى ما عكستش ان انا نزلت السوائل الاول بعد كده المواد الجافه، لا، انا المره دي نزلت الجاف الاول بعد كده نزلت السوائل. اول ما اتعجنت خلاص عجينه اتاكدت ان هي مش عايزه سوائل ولا اي حاجه، انا هقول لكم بالظبط على صندوق الوصف يعني المقادير بالجرام او بالكوبايه، بس انا عايزاكم تعرفوا يعني سمك العجينه هيكون ازاي، حتى لو انت مش عايزه تعمليها بمقادير معينه، يعني عايزه تعمليها كده يعني. ونزلت كمان الزيت اخر حاجه خالص، عشان انا قلت لكم ان الزيت مهم جدا جدا عشان بيدي قرمشه. عايز تستخدمي زيت زيتون هيكون حلو جدا جدا، او زيت جوز هند كمان هيبقى تمام، ما فيهاش اي مشكله. عجنتها خلاص عجنه كويسه، وهبتدي بقى ان انا اطلعها. هي طبعا بتكون لزجه شويه، فهبتدي ان انا ادهن ايديا دهن صغيره، واخد العجينه واسيبها تخمر مش اقل من ساعه. بصوا يا جماعه، اهم حاجه في الفايش ده ان هو التخمير، لازم تسيبيه يتخمر كويس جدا، سواء في قبل ما انت تعمليه في القالب، او كمان اول ما تطلعيه من العجان او من العجن لازم تسيبيه يرتاح شويه فتره كويسه يعني. دهنت ايديا دهنه زيت صغيره، وابتدي ان انا اطلع العجينه واسيبها ان هي ترتاح زي ما قلت لكم مش اقل من ساعه، حسب بقى درجه الحراره الموجوده عندك. هو بيخمر وبينفخ وكل حاجه. ليه؟ لان هو مش دقيق شوفان بس، احنا حاطين معاه دقيق اسمر كمان، بس الكميه الاكبر دقيق شوفان. عايز تخدميه كله دقيق اسمر بس هيكون هايل جدا، بس دقيق شوفان كامل بس يعني مش هيكون نتيجته حلوه زي دوت. وصدقوني السعرات الحراريه هي مفيش فرق خالص. مش شرط ان انت عشان تعملي وصفه صحيه ان انت تحطي كله دقيق شوفان بس، لا، يعني ممكن ان انت اهو في الفايشه اهو استخدمنا معاه دقيق اسمر، والسعرات بتاعته مقاربه جدا لو انت استخدمتيه كمان دقيق شوفان بس النتيجه بتكون افضل في الميكس بين الاتنين. بعد ما سبته اهو يرتاح تقريبا ساعه، شايفين شكله ما شاء الله نفخ ازاي وخمر جدا، والعجينه كمان طريه وحلوه جدا جدا. هبتدي بقى ان انا افردها
على دهنة زيت صغيرة عشان تبتدي ان انت تتفرد معايا بمنتهى البساطة. مش هستخدم بقى اي نوع دقيق تاني خالص من الشوفان، ولا رش مثلا دقيق شوفان عشان اضيف العجينة، لا، دهنة زيت صغيرة بس. والعجينة اهي ما شاء الله نفخت بقت تمام. هبتدي بقى ان انا افردها مستطيل، بحيث ان انا اعملها يعني المقدار ده عمل لي اتنين رول من التوست. تقدروا بقى تستخدموا اي صينيه انتوا عايزينها. انا هنا استخدمت اللي هي القوالب اللي هي الانجليش كيك، او قوالب التوست، فاهمين؟ او ممكن كمان في صينيه عاديه. انا هوريكم قصدي ايه دلوقتي. افردوها بس مستطيل. الزيت بيساعدك ان انت تفردي. انتوا شايفين هي دهنه بسيطه قوي، يعني مش غرقت الدنيا زيت، ده هي دهنه مطرح كمان الصينيه اللي انا هكبس فيها. وهبتدي ان انا اعمله رول كده. هعمله 2 رول، هقسم ده كده بالنص واخد كمان الرول التاني، والاتنين كل واحد هحطه في صينيه. هقسمه كده اهو 2 رول، عشان هو زي ما قلت لكم المقدار ده بيعمل 2 رول. بس اهم حاجه تاكدي ان انت قافلاه، اللي هي الفتحه اللي هي يعني اخر العجين ده كويس قوي، تقفليه كويس جدا جدا بحيث ان هو ما يفكش في الفرن. هنخلي بقى ان هو كمان يعني هنفتح الفرن قبليها ب10 دقايق، وبعد ما ابتدي ان انا اعجنه كده مثلا اعمله رول واحطه في الصينيه، هسيبه كمان 10 دقايق تاني بحيث ان هو كمان ينفخ تاني. كل ده بيخلي عندك الرول بتاع الفايش ينفش اكتر، وكمان بياخدش وقت في السوا كتير، ان هو بيكون انتفخ خلاص، وصل لمرحله التخمير اعلى حاجه. ما ينفعش انت تدخليه انت لسه عاجناه اهو يعني بالمنظر ده كده وتدخليه الفرن، لا، مش هيطلع عالي ومش هيطلع حلو ومش هيطلع سمكه كويس. لا، استني عليه كمان شويه، كمان 10 دقايق، ربع ساعه، ما تستعجليش عليه. زي ما قلت لكم اهم حاجه في الفايش ده هو مرحله التخمير من كل مرحله للتانيه. زي ما قلت لكم اهو، مش شرط ان انت تحطيه في صينيه الانجليش كيك بس او التوست، لا، ممكن في صينيه هي عاديه تمام. تقدري طبعا ترشي على وشه الحاجه اللي انت عايزاها، بس كيك انت هتقطعيه وهتدخليه الفرن فمش هتفرق. انا زي ما قلت بس ان هو ممكن احطه في صينيه. انا حاطهم اهو الاثنين في قلبين، وهبتدي ان انا اغطيهم واسيبهم 10 دقايق او ربع ساعه لحد كمان ما ينتفخوا عندي شويه. بصوا نفخ ازاي وحجمه تضاعف ازاي. دخلته بقى على فرن درجه حراره عاليه جدا، على درجه حراره 180 اول 10 دقايق، وبعد كده هديت النار شويه وهبتدي ان انا اخرجه عشان اقطعه. طبعا المفروض ان انا ما بلمسهوش ولا بقطعه قبل ما يبرد تماما، بس انا هنا اشتغلت فيه على طول يعني يا دوبك 10 دقايق، وابتدي ان انا اقطعه. وابتديت ان انا اقطعه ودخلته على الفرن عشان انا كنت مستعجله شويه. شايفين حتى يعني السخونيه طالعه منه، يعني بيبقى مش ماسك زي ما بتكوني انت مريحاه شويه وبعد كده تقطعيه. عشان ما يفرولش منكم الافضل ان انتوا تستنوا شويه بحيث ان هو يكون بارد تماما، بعد كده تبتدوا تقطعوا فيه. ما ينفعش تقطعوه خالص وهو سخن. طبعا ريحته حلوه جدا جدا، ريحه الزعتر مع الكركم عاطي ريحه حلوه قوي قوي. تقدروا طبعا تستخدموا زي ما قلت لكم النكهه اللي انتوا عايزينها. تقدروا تحطوا بس برتقان بقى، يعني اي طعم انتوا حابينه عايزين تحطوه، حطوه كمون. اي حاجه انتوا عايزينها. كمان الشمر واليانسون اصلا بيدي طعم حلو جدا، يعني لما الشمر واليانسون بيبقى حلو قوي قوي، كمان معاه رشه قرفه. فتقدروا بقى تبتكروا وتعملوا الطعم اللي انتوا عايزينه، او بس برتقان بس وقرفه بيكون طعمه حلو قوي برضه. هنحطهم بقى في صينيه وهندخلهم على فرن تاني سخن، بس درجه حراره بقى ايه، متوسطه، بحيث ان هو ينشف وياخد لون ذهبي خفيف، خفيف جدا يعني. حتى كمان بعد ما بتقفلي عليها الفرن، بصوا هنا لما برد بقى يتقطع بسهوله ازاي غير ما كان سخن. الفرن درجه حراره متوسطه زي ما قلت لكم لحد ما ينشف. حتى كمان بعد ما تقفلوا الفرن عليه تسيبوه كمان جوه الفرن 10 دقايق بحيث ان هو ينشف كمان اكتر. ما ينفعش تطلعوه على طول. ده شكله خلاص بعد ما خلص ونشف، اخد لون ذهبي حلو قوي قوي، وكمان سواه مظبوط، وطعمه والقرمشه فيه عاليه جدا. لازم تجربوا الوصفه دي، صدقوني هتعجبكم جدا جدا. فيديو بسيط وسهل وسريع، وهتعملوا كميه كمان كويسه. تقدروا تاكلوها بقى جنب شاي بلبن، او تحطوا عليها جبنه. سعرات الحراريه بسيطه ومش عاليه خالص، وهيعجبكم قوي ان شاء الله. ما تنسوش الفيديو لو عجبكم اللايك والشير. سلام عليكم.